ما حدا يجي يقول لي الجزائر ولا يجيب لي سيره الجزائر بالمره. انا شخصيا ما بحبش الجزائر بالمره، وبدكم تعرفوا ليش انا بحبش الجزائر. بدي اقول لكم في هذا الفيديو ليش انا بحبهاش لاني انا بعشقها عشق. عدينا مرحله الحب. الجزائر هي ارض الموقف الواحد وشعب الموقف الواحد، اللي بيتعاملوا مع القضيه الفلسطينيه على انها قضيتهم الاساسيه، واللي بيتعاملوا مع الفلسطينيين على انه هذا الشيء مقدس، واللي بيتعاملوا مع الفلسطينيين على انه هاي ارض المسلمين وارض وقف ويجب الدفاع عنها. هاي الجزائريين، فما حدا بيقدر يجي يزود على الجزائريين نهائيا. الجزائريين اللي انتم بتحكي عنهم قاتلوا وحاربوا حتى حرروا بلدهم، وان شاء الله عقبال عنا. الجزائريين اصحاب الكلمه. بفرنسا لما انقتل الشاب الطفل الجزائري، شفتوا الموقف الواحد، شفتوا شو صار، شفتوا شو عملوا الجزائريين. الجالية الجزائرية في أوروبا متعلمين، مش زي ما بتقولوا عنهم حرامية، فهمانين، دارسين، كلياتهم بيشتغلوا، عندهم شركات، عندهم مشاريعهم، وبنفس الوقت المال ما طغاش على عينهم، ما خلاهمش ينسوا قضيتهم. الجزائري عنده استعداد يعمل زي ما عملوا الصحابي وعمل أبو بكر، عنده استعداد يبيع ماله عشان فلسطين، عنده استعداد يبيع عياله علشان فلسطين، عنده استعداد يقدم روحه علشان فلسطين. فما حدا يجي يزاود على الجزائريين. الجزائريين قطعة من قلوبنا، الجزائريين إحنا. وأنا عن نفسي يعني فلسطيني ومناسب الجزائريين، وابني حتى اخواله جزائريه، فانا لما ناسبت الجزائريه ناسبتهم لانهم رجال، عشان لما ابني يطلع رجل. وطبعا مجتمع كثير شعوب مع اخواننا الجزائريين زيهم وزي طبيعتهم، مع احترامي لكل الشعوب العربيه واخواننا الجزائريين. بوسه على صباحكم لانكم رجال والله.